اقسم بالله انا نازل اجازه مصر وعايل هم يوم العوده. بص يا صاحبي، اجازه سعيده ان شاء الله وربنا يسعدك في اجازتك. انزل اجازتك الشهر او الشهرين اللي انت نازلهم، قضي فيهم اجازتك وسيب العوده ليوم العوده. ولكن انا بشوف ان اجازه المغترب هي عباره عن بطاقه خلصت هتجددها، جواز خلص هتعمل جواز جديد، هتدفع الضرايب، هتعمل اوراق حكوميه كانت متعطله على نزولك في البلد، اهلك مستنيينك على مصلحه معينه كنت محتاج تعملها او محتاجين يعملوها ومستنيينك لما تنزل، او اجهزه في البيت باظت فمحتاج تبدلها، او مصلحه في البيت محتاج تعملها اديلك فتره كبيره مستني لما تنزل مصر عشان تعملها. انا معاك ان يوم العوده هو يوم صعب جدا، من اصعب ايام حياتنا احنا كناس بنسافر، وللاسف الناس محدش كتير يحس بده غير الناس اللي بتسافر. ولكن في نفس الوقت تقعد مع نفسك تحمد ربنا على كل لحظه انت مسافر فيها، عشان خاطر بتعرف توفر فرصة عمل لنفسك، وربنا رزقك بفرصة عمل كويسة بتعرف تلبي طلبات أسرتك وطلبات بيتك. أنا معاك إن اليوم ده صعب جدا، ولكن اللي أصعب من اليوم اللي أنت مسافر فيه تكون قاعد وسط أسرتك وحد من اولادك محتاج حاجه وانت مش عارف تلبيها له، لما تكون نفسك تعمل حاجه لوالدك او لوالدتك ومش عارف تعملها لهم، لما تكون قاعد وسط اسرتك ونفسهم في حاجه وانت مش عارف تجيبها، لما يكون ابنك محتاج يروح لدكتور كويس وانت مش قادر توديه. في حاجات كتيره جدا اصعب من ان انت تكون شايفها انها صعبه وانت مسافر. في حاجات كتيره لو هتفتكرها وتشوفها وتشوف الناس اللي حواليك وتبص لهم هتحمد ربنا ان ربنا رزقك بمكان بتعرف توفر منه فرصه عمل لنفسك. مش هقول لك ان احنا ما نلومش حد اكتر ما احنا نلوم بلدنا ان ما وفرتلناش فرصه عمل كويسه، لكن حد هيرد عليا يقول لي في ناس كتير عايشه من غير ما تسافر ومن غير ما تروح اي مكان، ولكن هي ارزاق ربنا موزعها. ربنا رزقني بفرصه عمل ليا او رزقي كان بره بلدي، في ناس تانية ربنا رزقها بفرصه عمل داخل البلد، فالحمد لله على كل حال. ومش هنعترض على حكم ربنا، نحمد ربنا على اللي احنا فيه. ربنا يوفق اي حد نفسه يسافر، وربنا يكرمك ويكرم كل واحد فينا اللي نازل اجازه ان يقضي اجازته على خير ويرجع من مصر على خير. ولكن انا بشوف ان الغربه لو عدت فوق سن ال 40 سنه فبلاها غربه، والواحد يعيش وسط اولاده وسط بيته وسط اسرته وسط اصحابه. ولكن لو انت سنك لسه ما عداش سن ال 40 سنه فديك بتسافر وديك بتجتهد. وانا بشوف ان السفر هو جهاد في سبيل الله زي اي جهاد تاني، انك تسيب اسرتك وتسيب اولادك وتسيب بيتك وتسيب اصحابك وتسيب المكان اللي انت اتولدت فيه وعشت فيه وفيه كل ذكرياتك وتسافر عشان خاطر تعرف تجيب مصاريف بيتك ومصاريف اولادك، فدي جهاد في سبيل الله. الحمد لله على كل حال، وربنا يرجعنا لاهالينا سالمين غانمين، وربنا يوفقكم جميعا. لو اي حد نفسه يسافر فبقول لك سافر. اليوم صعب واليوم مؤلم، بس الاصعب من كده انك تكون معدي سن ال 30 سنه مش عارف تجيب جوازتك، انك تكون معدي سن ال 30 سنه ومش بادئ حاجه في اي حاجه عشان خاطر تتجوز بيها، اللي يكون نفسك في انك تتجوز زي اي شاب اتجوز ومش قادر تعمل ده، لما يكون شاب معاه ولدين او بنتين او معاه اولاد بشكل عام ومش عارف يعيشهم عيشه كويسه، مش عارف يلبي طلبات اسرته، هو ده اصعب بكتير جدا. ربنا يعوضنا على العمر اللي بيضيع مننا عشان خاطر نعرف نصرف على بيوتنا. السلام عليكم، اشوفكم على خير.